طبعا انا عارف ان انا قاطع عنكم بقالي كتير، داخل في 5 أو 6 شهور ما بنزلش فيديوهات على اليوتيوب. عارف انا الخذلان اللي مفيش من امه داعي ده، بس قشطه يعني. دلوقتي راجع لكم يا جدعان، جوده جديده، حاجات احلى، محتوى كمان يعني يعتبر الاقرب الى قلبي. محتوى يا جدعان ان شاء الله يبقى المحتوى جيمنج، سلسله رمضانيه ان شاء الله سفاحه يا جدعان. طبعا انا حتى الان انا قررت ان انا هلعب فول جايز وبيس 2019. اللي عنده فكره العاب تانية يكتب لي في الكومنتات عادي. ان شاء الله يبقى في فيديوهات رياكشن عادي زي الطبيعي يعني انا بص، لا بقى ما تخافوش، مش هغير انا لسه زي ما انا تمام. طبعا جبت بقى حبه حاجات كده، قلت بقى لازم الواحد يطور من نفسه، يعني يبقى غايب الغيبه دي كلها وما يطورش من نفسه. فشويه الحاجات دي يا جدعان هي مكلفه شويه، بس ايه ليها انبوكسنج هيعجبكم. يلا سيبكم على الانبوكسنج. بسم الله يا جدعان. طبعا ده ايه الانبوكسنج بتاع الاسطوري ده اللي انا مش عارف انا هفتحه ازاي. ايه طبعا ده يا جدعان انا طالبه من امازون ب 150 دولار. ده اغلى حاجه جبتها في حياتي ده يا جدعان. ها عارفين الجمارك بس عليه كام؟ يا لهوي لو تعرفوا الجمارك. طبعا هو باين عليه يا جدعان، باين عليه الجمارك بتاعته مكلفه جدا يعني. حتى شايفين ان انا بتعامل معاه ازاي. بتعامل معاه بكل حب واحترام ووديه. بسم الله. اطلع يا عم اطلع. اطلع يخرب بيتك اطلع. حاضر. طبعا يا جدعان هو ايه البلية الله يخرب بيتك. يا مش مهم مش مهم. اهم هو انت حاجه. جايب السكينة ليه؟ تصدق صح. والله العظيم كويس انك فكرتني يا جدع. هو كده هو ده لازمة الايديتور يا جدعان، ان هو يفكرك انك ايه لازم تستخدم السكين. ده غير كده ملوش لازمة في الحياة. بس الحمد انت لله. ايه الفيديوهات منزلها مع نفسك؟ ابقى بص ادي ده ايه ابو 150 دولار. اللهم صل على النبي عليه. 150 دولار. ده بقى يا جدعان ده جايبه ب 200 دولار لان انا ايه ماوس لازم. ديجيتال. اه لا بص يا جدعان لازم اجيب الحاجة النضيفة اللي هي الحاجة اللي ايه اللي بتبقى عليها القيمه. 200 دولار يا جدعان ده حاجه رخيصه بالنسبه لي اصلا، فمعلش يا جدعان معلش. بص هو حاجه طبعا اسطوريه يعني، مش 200 دولار يا جدعان حاجه اسطوريه. يلا يا جدعان. اي خدمه يا جدعان. اشتركوا في القناه. احط لكم حساب الانستجرام بتاعي، ما تنسوش تشتركوا فيه ان وتعملوا له شاء الله فولو. بقى استنوا مني الفيديو كل يوم في رمضان الساعة 10 توقيت مصر 11 توقيت السعودية. استنوا مني الفيديو ويلا بحبكم.